السلام عليكم. في يوم من الايام، في وقت من الاوقات، في فتره من الفترات، في سنه من السنين، اتقال عليا ان انا جاهل عشان اتكلمت على مسلسل آسر ياسين، وان انا دمي مش خفيف والمتابعين بتوعي زياطين. هو عنده حق في الاولى الصراحه. كل ده عشان قلت ان سوتس بالعربي كوبي بيست من النسخه الاجنبي، وانهم ناقلين الاحداث كلها بالملي لدرجه الافيهات. وانا كان فايتني حاجه مهمه جدا، ان المسلسل اسمه سوتس بالعربي وشارين حقوقه، فاكيد هيبقى نسخه منه سوتس بالعربي، وان شركه الانتاج بتحط قيود على التعديل في السيناريو، عشان كده كان مستحيل يتعمل غير كده، مش عشان احنا ما بنعرفش نخلق احداث خاصه بينا. ريلي؟ متاكد؟ واثق؟ اكيد؟ شور؟ حقيقي؟ طب ما تيجي نشوف. بس قبل ما نشوف نحب نقول حاجه للناس اللي ما شافوش النسخه الاجنبي. انا قلت الحلقه اللي فاتت انك هتحب المسلسل عشان السيناريو اللي مدبلجينه عظيم، وتصوير المسلسل واخراجه حلوين. صحيح انا عندي ازمه مع اداء آسر ياسين اللي بيقدم نفس الكاركتر في اخر 20 عمل، وعندي ازمه مع ريم مصطفى في حد ذاتها، لكن المسلسل منفصل حلو، بس الكوبي بيست هو اللي مش حلو. تعالوا، الانترنت خلى العالم نجع صغير. سوتس بالعربي مش اول نسخه يتعمل لها ريميك للمسلسل، لان في 2018 اتعمل سوتس بالكوري، والمفروض على الكلام ده يعني ان في عقود واشراف من الشركه، وما ينفعش نغير في السيناريو عشان الهويه ما تروحش، مش عشان احنا ما بنعرفش نبتكر. والمفروض ان النسخه الكوري تبقى هي كمان نسخه من الانجليزي. معلش، يعني في النسخه الانجليزي مايك شخص ذكي بيمتحن مكان الناس الفشل عشان الفلوس، وصاحبه بيحاول يخليه يشتغل معاه في المخدرات. طبعا احنا عملنا نفس السيناريو بالملي عشان العقود والرولز. انما في النسخه الكوري، يون اللي هو بيعمل دور مايك طالع شخص بيركن عربيات في كازينو وعنده ذاكره خارقه بتخليه يحفظ اي حاجه، فصاحبه عايز يستغل الذاكره دي عشان يكسب مراهنات. السيناريو اتغير عشان هم ناس كرييتيف وعايزين يحطوا بصمتهم. مايك اتقبل في انترفيو المحاماه عشان رد على السكرتيره وقال لها ان انا اتاخرت عشان كان في ناس بتطاردني، وده رد كرييتيف. طبعا احنا عملنا نفس السيناريو بالملي عشان العقود والرولز. انما في النسخه الكوري، وون عرف ان التمثال اللي يانج حطه اللي هو بديل هارفي يبقى تمثال كايروس اله الفرص الاغريقيه، فعشان كده اتقبل في الانترفيو. السيناريو اتغير عشان هم ناس كرييتيف وعايزين يحطوا بصمتهم. في النسخه الامريكي، الشرطه ما عرفوش يلاقوا مكان مايك فمشيوا. طبعا احنا عملنا نفس السيناريو بالملي عشان العقود والرولز. انما في النسخه الكوري، يانج طلب من وون انه لو محامي جدع بصحيح يطلع يدافع عن نفسه قدام الشرطه. السيناريو اتغير عشان هم ناس كرييتيف وعايزين يحطوا بصمتهم، وقيس من ده كتير. العقود والرولز دول غراب جدا. ده الفرق بين لو انا هعمل كوبي بيست وبيني لو كنت ركزت. انما المسلسل منفصل حلو والله، وانا قلت ده. وطبعا نحب نبارك للمسلسل لان عرفت انه الاكثر مشاهده في مصر والخليج. اروح اشد بودره بقى بكره، اروح اشد بودره بقى بكره، اروح اشد بودره بقى بكره، اروح اشد بودره بقى بكره. نروح بقى للمسلسل المتصدر ترند رقم 1 على تويتر، وهو مسلسل يوميات ماهر وورد الشهير بالمشوار. والمسلسل يعتبر اول مسلسل مصري قابل للطي، اللي هو مسلسل 12 حلقه لحد دلوقتي، وممكن تطبقه في حلقه او حلقتين عادي. المسلسل حرفيا ما فيهوش احداث. الحلقه السادسه بتاعت جنينه الحيوانات بتفكرني بحلقه الدبانه بتاعت بريكن باد، حلقه فاضيه تماما ما فيهاش اي حاجه. ده مسلسل الاسطوره في الحلقه السابعه كانت مصر كلها بتتكلم عنه. فين الاحداث يا فنان؟ هو تقريبا زهق من الناس اللي بتقول له انت بتكرر القصه كل سنه، فقال اعمل مسلسل من غير قصه اما نشوف هيقولوا ايه. ونحب نقول ان محمد رمضان صفاته زادت واحد، يعني غير انه بيقلع وبيحضن وبيعيط وبيتظلم، بيجري. محمد رمضان بيجري ورا شغفه تقريبا طول المسلسل. بس انا عايز اقول اعتراف ان من رايي المتواضع اخر تواضع ان دينا الشربيني هي تقريبا احسن ممثله مثلت قدام محمد رمضان لحد دلوقتي. صحيح هي نفس طريقتها ورياكشناتها ولسه بتطلع نار من بقها، بس كميتها مع بالرمد حلوه، والميك اب بتاعها مش اوفر زي ناس. نروح بقى للمسلسل المتصدر ترند رقم 1 على تويتر، وهو مسلسل مكتوب عليا وعلينا. وبصراحه يعني انا حبيت المسلسل، حتى ايتن عامر اللي كانت اوفر وما زالت اوفر، وشبيهه حنان ترك اللي كانت اوفر وما زالت اوفر، ولكن المسلسل اتحول لحاله حلوه الصراحه، اتمنى انها تستمر. نروح لمسلسل روجينا. المسلسل اسمه انحراف لانه انحراف عن السرب، محدش بيشوفه. مسلسل ملف سري حلو، بس انا ما شفتوش ولا حد بيشوفه، بس هو حلو. نروح بقى للمسلسل المتصدر ترند رقم 1 على تويتر وكل منصات السوشيال ميديا، وهو مسلسل يوتيرن، واللي بيقوم ببطولته ريهام حجاج وعلبة مكياج ريهام حجاج. هي بتحط روج ولا بتبلعه؟ والصراحة يعني قصة المسلسل حلوة جدا، بس هو أيمن قيسوني بيمثل كده ليه؟ في مشهد كده ملحمي لما البطلة كانت مع كريم قاسم في العربية، خبطوا واحدة وهم ماشيين على سرعة 15 كيلو، وبسم الله ما شاء الله البنت اتخبطت في بطنها، راسها جابت دم. فانا تفسيري ان تقريبا البنت ماتت مخنوقه من ريحه الميك اب بتاعت الفنانه. ده مش منظر عربيه عامله حادثه، ده عربيه طالعه من المغسله. هو ايمن قيسوني بيمثل كده ليه؟ هو كريم
قاسم بيقطع في الكلام ليه؟ وفي مشهد كده لما محمود حافظ بيبتزهم بالصور والفيديوهات بتاعت حادثه العربيه اللي قافشها عليهم، فكريم قاسم بيقول له ان احنا هنقدر نثبت اننا كنا بره مصر يوم الحادثه، فالصور دي ملهاش لازمه. ايه؟ هو كان فعلا مسافر بدماغه. وفي جمله مهمه اتقالت في المسلسل ده على لسان ايمن قيسوني اللي مش عارف هو بيمثل كده ليه، لما قال فعلا مش كل البشر بني ادمين، فعلا مش كل اللي راحوا كانوا جايين. اي كلام. بالنسبه بقى للمسلسل المتصدر ترند رقم 1 على تويتر، انا بس مش قادر استوعب ان جمال سليمان لحد دلوقتي مش عارف يتكلم مصري كويس، السوري غالب عليه، تحس خلاص ان بقه بينزل توميه. نروح بقى للمسلسل المتصدر ترند رقم 1 على تويتر، وهو مسلسل توبة، وهو قدم لنا نوعية جديدة من المسلسلات، وهي المسلسلات الشعرية. المسلسل تحسه تأليف هشام الجخ، اللي هو كل كلمة لازم تبقى على قافية، الواد ده لازم يفارق وهو مش فارق، أنا مش ميكانيكي بس حاسس بيكي، السلاح للي يعرف يتعامل مش اللي جاي يجامل، اللي هيتفرج على مسلسل توبة هيتبسط كل نوبة. لا ده تأليف أنا. حتى لما إبراهيم عرف مكان أخوه وخد المسدس عشان يقتله وأمه جريت وراه، راح قال لها كان ليا أخ والطخ. لحق يألفها إمتى؟ العرض الخاص للمسلسل هيبقى في ساقية الصاوي تقريبا، والفنانه انتصار في المسلسل عامله دور واحده تقريبا عندها زهايمر، فبتنسى انها عاميه لانها عماله تطبخ طول المسلسل وتعمل لنا رز بلبن. بس لما تيجي تقارن النوعيه دي من المسلسلات بالمشوار مثلا، فتوبه يكسب، على الاقل في احداث وممثلين كتير. صحيح هو منهم حسن ابو الروس وبيمثل برضه بنفس طريقه كلامه اللي كان بيعملها في اللقاءات الصحفيه في الجونه، بس والله في تطور وشويه تمثيل كده. وزي ما قال توبه، هتعمل لي فيها محلل فني وتقول رايك في المسلسلات وتتكلم في النقد، هرفع عليك قضيه واقابلك في محكمه النقد، ربنا يستر. نروح بقى للمسلسل المتصدر ترند رقم 1 على سناب شات، وهو مسلسل بابلو الشهير باوعى تقابله، بس انا هقابله، واللي بيتكلم عن بلطجي محترم، واحد دارس اجرام وتقريبا خريج كليه تجاره شبحانه عين السيره. وشخصيه بابلو في المسلسل مجمعه كل الصفات: جدعنه السقا، طيبه محمد فؤاد، حنيه حنان سليمان، شقاوه احمد عز، قوه البيج رامي، وتمثيل عبد الفتاح الجريني. والصراحه كل ما اتفرج على المسلسل بيكون عندي فضول اشده من دقنه، وتحس كده انه مش بلطجي بطبعه، يعني شعره ودقنه الغريبه والاكس اللي في حواجبه والتاتوهات اللي المخرج نفسه مش فاهم معناهم، فتحس انه لو استحمى كده هيبقى كويس. وفي شخصيه في المسلسل ده عظيمه قوي، وهي شخصيه كيمو اللي بيقدمها حسني شتا، وبيتكلم فيها كده فتحس انك عايز تسرع الفيديو عشان تفهمه. تحس انه بيفطر كوكايين بالبيض كل يوم قبل ما يروح التصوير. صلاح عبد الله مكتوب انه ضيف شرف على التتر، وما شاء الله مكمل لحد دلوقتي. تقريبا هم كاتبين الكلمه دي عشان ما يدلوش اجره. اروى جوده في الحلقه الخامسه الراجل بيقول لها ابوكي يبعت لي بابلو، وده بلطجي بيجي بفلوس عامل زي هالك، فقالت له بسيطه نديله فلوس، فقال لها لا فلوس ايه، يبقى انت ما تعرفيش بابلو. فتقريبا كده ان المؤلف هو كمان ما يعرفوش. والله بيقول لك مره واحد المغرب اذن عليه وما لقاش حاجه يكسر بيها صيامه، فقام فتح برنامج رامز جلال. نروح بقى للمسلسل المتصدر ترند رقم 1 الحقيقه على تويتر، وهو مسلسل الكبير قوي. والمسلسل ده عمل حاجتين مهمين يا جماعه: قتلنا ضحك وقتل برنامج رامز جلال. ويحسب لاحمد مكي انه فتح مساحه لشباب صاعد عشان ياخدوا مساحه كبيره زي المواهب اللي انفجرت في المسلسل. في مسلسل على اليوتيوب اسمه القضيه 404، المسلسل ده ابطاله كلهم من ذوي الاحتياجات الخاصه، فيستاهل اننا نشجعهم. كمان في مسلسل اسمه لايف شو لفرقه مسرحيه 1980 وانت طالع، يستاهل نشجعهم برضه. انا صعبان عليا مخرج مسلسل بيت الشده، كل يوم مضطر يشوف محمد مهران بيمثل قدامه. والمسلسل ده اول مسلسل رعب مصري، هو رعب المنتجين انهم ما يعرفوش يلموا فلوسهم. المسلسل ده في ناس تحس انها بتمثل عشان كارنيه النقابه ما يتسحبش منها. والمسلسل رعب بقى وعفاريت وجن، مسلسل ابن جنيه يعني. في مسلسل دنيا تانية ازاز العربيه اتكسر قبل ما يخبطوا الراجل، حاجه كده زي كليب منايا لمصطفى قمر. مسلسل راجعين يا هوا عندي فيه راي، بص كده على خالد النبوي، عامل كاركتر حلو وشخصيه جديده، ما اعتمدش بس على كاريزمته مع ان كاريزمته فوق، والمسلسل كله شغال على نفسه. حتى سلمى ابو ضيف مثلت. مسلسل فاتن امل حربي حلو وفيه تمثيل وفيه قصه وفيه دراما وفيه محمد الشرنوبي للاسف. نروح بقى لمسلسل رانيا وسكينه، وهو المسلسل المتصدر ترند رقم 1 على تويتر. انا يا جماعه مش متخيل ازاي هقتنع بادوارهم بالفول ميك اب اللي هم حاطينه ده مي عمر لو بتنظف بشرتها بالبتاع اللي بيركبوا بيها سكرينه التليفون مش هتبقى بتلمع كده، وهي فعلا ملامح وشها ما بتتغيرش، بتسمع، لدرجه ان انا شكيت انهم بيكتبوا الكلام على وش روبي وهي بتقراه وتسمعه، وهي ما بتطورش من نفسها بدليل انها لسه بتجيب معاه ادوارد في كل اعمالها.
عملها. وفي مشهد كده البسمه لما قبضت المليون جنيه من مختار باشا، هي راجعه بالمليون جنيه بالشنطه بتاعت السفر ومش قادره تشيلها. اللقطه دي انتهت من الستينات، المليون جنيه دلوقتي ممكن تشيلهم في البوك بتاعك عادي. روبي بقى بتمثل كده وبتتكلم كده طول المسلسل، في يا بت ما تزهقنيش. انا صدعت لدرجه اني فكرت ابلغ عنهم عشان يتقبض عليهم والمسلسل يخلص. نروح بقى للعمل المتصدر ترند رقم 1 في جروب الواتساب بتاعه، وهنا تاتي المفاجاه. المسلسل طلع اسمه شغل في العالي مش شغل عالي، ودي اهم حاجه حصلت في المسلسل. هي فكره المسلسل انهم جايبين فيفي عبده عشان ما بتعرفش تتكلم انجليزي، وشيرين رضا عشان ما بتعرفش تتكلم اصلا، وعاملين ميكس يعني وكده. وبفتح لقيت مشهد لفيفي عبده وشيرين رضا زعلانين انهم في السن ده ومش عارفين يحبوا ويتحبوا. افيهات فيفي عبده كلها قايمه على اللي هو انت رايحه الحمام راح ادب له زي وانا بموت ضحك، اهدى يا حبيبي بكيرفول وانا بموت ضحك، جامعه ماساتشوستس اسمها ماسوسيس وانا بموت ضحك، بتقول لك اي نو اي سي اي فيتامين سي. كريم سرور ممثل شاطر ودوره حلو في المسلسل. مروان يونس بقى دوره في المسلسل عامل زي دور البرد كده، اللي هو شر لابد منه. تحس كده انه بيعتمد على الافيه الصيفي اللي هو ينزل على دماغك يعرقك. نروح بقى للمسلسل اللي نور وغطى على كل المسلسلات، وهو مسلسل دايما عامر. سلام.